رجعنا بعد الفاصل ومعانا الفنان حسام الشرقاوي، وهنرجع تاني للظلم. غنيت للظلم؟ ايه ده انت مصمم؟ امال ايه؟ الله. للظلم يعني انا بص كل اغنيه دراما معظمها والحمد كلها لله. يعني لا فيها الناس حبت فيا قوي الدراما اللي هي دي. يعني انا اخر كليب نزل ليا اللي كان والدي الفنان الكبير محمد الصاوي، ده برضو من اخراج الكليب ده نزل. والله العظيم الناس بقت يعني انا بعيط. بابا اللي كاتب الكلام يعني؟ لا كان والدي محمد الصاوي الممثل. كان ابويا كنا غلابه جدا وكنا قاعدين في الاوضه. باباك في الكليب؟ في الكليب. لا بابايا متوفى الله يرحمه. رحمه الله عليه. ما كانش بيحب الفن ويعني ايه ما كانش ليه ما انا قلت لك. يعني لو كان موجود ما كنتش غنيت. لا موجود وحضرني في الاول، كنت لسه موجود يعني. واخد بالك انا جيت هنا وعملت اللي انا عايزه. حلو ده. ما تقلقش عليا. فلت يعني عرفت فلت. انا قلت لك ركبت وجيت بقى. المهم كنا عيله فقيره جدا، وكانت والدتي غلبانه، وكان عندي في طفلتين كده اخواتي. كان محمد الصاوي ده عنده شلل، وانا اللي كنت بصرف عليهم وبتاع، بس انا برضو طالب ومش قادر يعني، بعمل اللي عليا مش قادر. تمام. المهم جه الراجل بتاع الايجار انكسر علينا شهرين ثلاثه، رازع. فالمهم خبط محمد الصاوي مشلول. دي قصه الكليب قصة طبعا. الكليب. على ما نزل يفتح له بقى، ما هو معاق وبتاع. فتح الراجل، ما فكر ما حدش جوه او نايم، حط له ورقه لو ما دفعتش الايجار بكره هرميك في الشارع انت واولادك، ده اخر كلام عندي. جه الراجل الصعيدي تاني صاحب البيت، وهي اوضه اصلا معفنه قد كده. جه الراجل بقى تاني مره خارج بقى ترزيع، فتحت امي برضو ست غلبانه جدا. الايجار بقى ومتضايق بتبوس ايده، يعني احنا ادينا فرصه كمان ما معناش، راح مجرجرها بقى، جاب الكاميرا كده بتجرجرهم، ومحمد الصاوي اتجرجر، والاطفال اترموا والكتب اترمت في قدام الاوضه. بس وانت قعدت تنوح. لا وانت قعدت تنوح. ده انا كنت جاي بقى من بره، مسكته رزحته. اصل بص الطبيعه ان انت ده كل ده قصه كليب. ده الكليب 7 دقايق. يعني عايز اقول لك الكليب ده يعني الله اكبر، انت لو شفته لو حتى يعني هيهزك جامد يعني. كليب قصه مؤلمه والاوديو كمان حاجه، واخد بالك. غنيت قلت ايه بقى؟ هنقول يعني منه حاجه؟ طبعا. مش ظلم؟ ماشي. الحته اللي فيها ظلم. من يومي مغلوب على امر، وبرغم ان عايشة بطيبة، ولا شفت فرحانة طول عمري، وكأنه بالنسبة لي عيب. من يومي مغلوب على أمر، وبرغم ان عايشة بطيبة، ولا شفت فرحانة طول عمري، وكأنه بالنسبة لي عيب. جربت اموت قلبي وادوس على اللي مني وعلى اللي ضدي، لقيتني متكتف محبوس، معرفتش اقسى عشان بعدي. يعني اعيش فيها بوشين ولا بنار ودموع العين؟ انا ليه بضيع كده من نفسي؟ انا ليه بقيت مقسوم نصين؟ احترت مش عارف اعمل ايه، وقلبي فيه اللي مكفيه، في دايره بجري وعمال الف، بحاول اتناسى اللي انا فيه. يا سيدي حلو ده. حلو ده. عشان يقدروا ياكلوا بتاع. ماشي. لا خلاص. لا والظلم ده حاجه كده انا 100 خش على البكا بقى. ما هو الظلم دايما يرمينا على البكا. تمام. خش بقى على البكا، تعالى لي انا اصلا خش. ايوه متلصم. انا متلصم. انت نكدت علينا يا استاذ. ايوه انا معروف والله العظيم بجد. يعني انا بعمل الحاجه يعني غير ولا عدت دي مثلا، اقسم لك بالله يزيد عن 7 8 مرات ابقى بتفرج على نفسي وانا المخرج وعارف كل حاجه، ودموعي دي مغرقه هدومي. يعني عندي بتتاثر قوي يعني قوي. انا بص لو شفت عيل في الشارع نايم وانا معدي كده بالعربيه ممكن اقعد اعيط والله العظيم. اخدت لكن ما ترجعش تغطيه يعني، ما ترجعش تديله حاجه. ثواني. لا طبعا. تعيط بس. لا ده والله العظيم. أيوة كده الحاجات دي ما ينفعش تتقال طبعا. ربنا وحده يعني. الله يكرمك. الحمد لله يعني. لا طب البكا في حياتك ايه بقى؟ بعدين اغطيه زياده لما اشوفهم بالنهار يعني والجو شمس. طيب ماشي. البكا بقول لك انا من النوع اللي بتاثر جدا. البكا ده بالنسبه لي اقرب حاجه ليا. دموعك قريبه جدا يعني. انا دلوقتي عارف لو مش هقلب لك الدنيا دراما هنقعد نعيط. بس خلاص. التكبر. اعوذ بالله من التكبر. عمري ما كنت متكبر الحمد لله، وبحترم الناس مؤكد على فكره. وبكلم مفيش حد قاعد مكانك الا لما قال لا بس انا اقسم بالله. طب في حد اللي يعرفني يعني عارف، ما عندكش تليفون ناس في حد اتكبر عليك؟
كتير. ايه بقى؟ ايه اقوى حته وجعتك؟ اقوى حته يعني اكتر حاجه بتوجعني بدون ذكر اسماء، بدون ذكر اسماء، في التكبر بالذات، لما البني ادم يبقى زي الخاتم ده في صباعك ومره واحده ربنا يديله ويقول له يعني عارف اللي هو ايه، لسه ربنا هيبدا يعمل معاه حاجه وتلاقيه اتنفخ عليك. يعني ده بالنسبه لي بقفل منه قفله، القفله الاخيره زي ما بيقولوا، بعمل عليه كت. فازاي ده؟ انا يعني انا وانت كده وانا معاك اخوك ومعاك، انت فاهمني؟ مجرد ما ربنا يديك او بتاع هتبدا تتغير. بتتنفخ عليا انا؟ انت بتتنفخ عليا انا؟ فده دي بصراحه بتقفلني من الشخص ده جامد يعني. طيب بزعل. حلو، ننقل على الحاجات الحلوه بقى. يلا يا ريت. تخش على الكرامه. انا بقى اللي من الشخصيات اللي هو مع استعداد يجوع ويشتغل اي حاجه تخطر على بالك، اي حاجه شريفه، اي حاجه. بص اقول لك على حاجه، لو همسح مبدئيا والله العظيم ما فارقه معايا برضه حاجه شريفه. تمام، بس الا كرامتي. ما حدش يدوس على الكرامه الا والله العظيم بكلمك بجد. انا معروف في عيلتي وفي اخواتي وفي اصحابي. بص كل اصحابي عارفين ان انا بقى محترم جدا، بحب الناس كلها، عمري ما اغلط في حد، عمري ما بجيب سيره حد، لكن حاجه تيجي على حساب كرامتي ساعتها بقلب وحش كاسر. والله العظيم بقلب اسد على طول. على طول. على فكره مش انا بس، يعني اكيد حضرتك كده واكيد ناس كل الدنيا اكيد طبعا. يعني الكرامه دي بس في ناس، انا اعتقد الانسان في ناس عندهم حته الكرامه ولا تفرق. اعتقد اللي يعني نموت بص يعني بهدلني واعمل اللي انت عايزه، بس ما تزحزحش من على الكرسي اللي انا عليه ده. لا ده دول اصبر بس عليا شويه. ده دول عارف والله العظيم ان شاء الله ربنا موجود. والناس الغلابه يعني هم سببوا كتير في عملوا، وقفوا الحال وعملوا فقر في مصر وخلوا الناس بتعاني بطريقه وهم ولا على بالهم. كل واحد مربي دقنه قد كده ومش فارقه معاه. لا هي بص، هي الدقن مش حاجه انا ما اقصدش، انا بتكلم على اللي هو بيغلط عيني الواحد يعمل ربنا موجود. وتحيه جامده وكبيره للفريق عبد الفتاح السيسي. حبيب قلبي، الراجل الجامد والله العظيم بجد. الراجل الجامد اللي فرح المصريين وما زال واقف جنبهم وهو بطل، واحنا معاه يعني ان شاء الله احنا نازلين كلنا زي ما تيجي ان شاء الله باذن ربنا. ان شاء الله مصر كلها، مصر هترجع لاهلها يعني. مصر باذن الله. انا دايما كنت ادعي واقول يا رب انصر الحق. ففي الاخر ربنا هينصر الحق. ايه هو بقى؟ ربنا هو وحده هو اللي يعلم ان شاء الله. فربنا ان شاء الله يرجع مصر. لو قلت لك غني لجيش مصر حاجه تغني تقول ايه؟ كده مفاجاه. طبعا، وعلى راسه طبعا طبعا هي في غنوه لسه نازله امبارح يعني ما لحقتش احفظها، فهدندنها كده للجيش. غنوه عجبتني. انت انت لا مش ليا، لا مش ليا. هي غنوه نازله كده كوكتيل للفنان مصطفى كامل وكذا فنان، بس عجبتني قوي يعني. قول، حفظت منها حته يعني انا بص هفتكرها يا رب. بتقول تسلم الايادي، تسلم يا جيش بلادي، تسلم الايادي، تسلم يا جيش بلادي. ناسي المشكله ان انا ناسيها. هي هي دي كفايه. عايز اقول ده هي دي كفايه. تسلم اليد اللي ربت، تسلم الجيش اللي انا مش فاكر الكلام. لا بس هو ده هي تسلم اليد يسلم جيش بلادي. ده زي الفل، ده كده لحد كده زي الفل. بس سامحوني عشان لسه نازله ما لحقتش احفظها يعني. طيب النجاح اهم حاجه يعني. أنا الحمد لله ربنا يعني عمري ما بصيت للسما ودعيته وعملت عمل وتعبت فيه الله ما بيوفقني فيه. الحمد لله. والله العظيم يعني انا بشتغل. انت حاسس انك نجحت عشان الحمد لله نجحت طبعا. وانا الحمد لله بفضل الله يعني بيقولوا عليا سابق جيله. سابق جيل الحمد لله. والله العظيم الحمد لله يعني ربنا طبعا ربنا موفقني جدا. يعني اللي انا فيه ده كتير عليا كمان الحمد لله. يعني انا لسه اصلا لسه بغني من 5 سنين يعني. في 5 سنين يبقى لك في ال5 سنين دول 15 فيديو كليب ما شاء الله. تمام. وعامل مسلسل ممثل فيه وعامل تتر ولا المحطه الجايه نزل على الفضائيات كلها وعامل فيلم الحمد لله واخد بالك. ولو مش بخرج كان زماني في 3 4 5 6 افلام. بس حته اخراجي دي خانقه المخرجين مني. بتخرج الكليبات كليباتي اصل انا بعمل افكار وبتاع. فحته ان انا بخرج دي مزعله ناس مني كتير مع اني بخرج لنفسي يعني. انا والله العظيم يعني ايه علاقه ده بمخرجين المسلسلات والافلام لا وكده؟ مش ما بتكلمش على. ما هو عايز اقول لك على حاجه. الميديا بتاعتك ممكن يبقى فيها مخرج بيعمل فيلم عايز يجيب حسام بس مخنوق منه بقى. يا عم يجي يعمل على مخرج لا. انت فاهمني؟ أيوة. بس ما اصل كل جيل بيطلع بيكمل، انما الجيل اللي هو التاني طبعا لا مستحيل. وبعدين انا هروح فين في خالص.
انا بخرج لنفسي، واي مطرب صاحبي بيجي لي يتكلم معايا ان انا اخرج له بعمل كات ما برضاش عشان ما ازعلش حد ويقول لك ده هيسيب الفن وياخدها بقى عشان يكسب وبتاع. انا مخرج كبير يعني الحمد لله. بتخرج لنفسك انت فقط. حلو ده. الضحك. هو الضحك بقى بالنسبه لي انا، رغم ان انا دمعتي قريبه جدا، بس بحب الفرفشه وبحب الضحك وبحب المقالب. يعني بحب. ايه اكتر مقلب عملته وحسيت انك انت كنت مفتري قوي؟ اكتر مقلب عملته او اتعمل فيك؟ لا هو انا يعني انا الحمد لله يعني بتعمل فيها مقالب كتير. واخد بالك يعني انا مره كنا في البيت والجماعه سابوني وراحوا فرح حد قريبنا، بس كنت صغير انا خواف يعني قلبي ما جمدش الا لما كبرت. كويس. فالنور قطع وانا نايم وانا ما اعرفش ان النور قاطع، فقمت ضلمه، ففي قطه ما عرفتش برضو انها قطه الا بعد ما ظبطتني يعني بعد ما اغمى بعد ما ظبطتني لا ما هي القطه سودة والنور كله قاطع ومش باين غير عينيها، حاجه منوره في وشك. فانا اللي هو يعني مش لاقي حد استنجد هو في ايه؟ الحقوني يا جدعان. المهم فما لقيت الدنيا ما فيش وساكت وبتاع، والقطه بتبص هي حاسه بيا وانا ما اعرفش انها قطه حاجه. فمره واحده بتكلم راحت القطه نطع، القطه كمان خايفه، اتضح ان هي كمان مرعوبه لانها محبوسه في الغرفه اللي انا فيها في الضلمه ومحبوسه معاك في نفس انا بقى لسه بتكلم. ايه اللي دخلها عندك في الاوضه؟ ما هي بقى ما اعرفش تقريبا كانت جوه ولا حاجه وهم قفلوا وخرجوا او حاجه او الباب مقفول كده عادي اللي هو بالاوكره. دخلت كده دخلت كانت المعلومه جوه بقى مريحه. تمام لسه بتكلم هي خايفه وانا خايف، بس هي طبعا اقوى لان هي وفي الضلمه هي شايفاك انت مش شايف. راحت نط عليا بقى قطعت لي هدوم وظبطتني عارف معايا الصح. قطه. حتى اترعبت. امال لو طلع لك اسد كنت هتعمل ايه؟ الموضوع بقى ما انا مش عارف انها قطه ولا مش قطه حاجه ده لو فار ممكن يقلقك ويخوفك. لا الموضوع ما فيهوش مش حكايه صحه، الموضوع ان الموقف انت حاجه مجهوله، حاجه ما انتش عارف هي ايه وفي الضلمه فممكن فار كمان يخوفك. مره برضو حصل لي موقف، كنت نايم في مكان رايح لواحد صاحبي كان شغال في شركه ورحت له، كانت الشركه دي كلها فران. يا نهار اسود والله العظيم فران والفرق قد كده وبتاع. المهم فرحت له قعدت مستنيه وبتاع، فقال لي ريح، قلت له لا انا هنام هنا وبتاع ده الدنيا. قال لي ما تخافش. نمت اقسم بالله جالي فرق قد كده هنا. يا نهار ابيض يا نهار ابيض دخل لي في البنطلون. يا نهار ابيض فار مسكته من هنا جاي وفار مسكته هنا خلاص يا استاذ هجيب لك الدنيا فران سايسني بقى. طب نخش على الصداقه. الصداقه وانا يعني انا بحب الصداقه قوي، بس طبعا ليك اصحاب كتير يعني؟ ليا اصحاب كتير وكل الفنانين صحابي واخواتي وتمام التمام، بس انا حته الصداقه الحميمه قوي دي مفيش غير هو حد اسمه هاني الغزولي. البني ادم ده غالي عندي جدا، حد محترم قوي ماسك لي شغلي تمام. يعني عارف عنده مصلحتي اهم من مصلحته. عمرك شفت ده؟ يعني هاني الغزولي ده هي دي الصداقه. ده صديقي وحد غالي عندي جدا. لك كل الخير. وحد بجد هو ده اللي انا بثق فيه، ممكن اديله مفتاح عربيتي. بص بثق فيه ثقه رهيبه. يعني يعرف عنك كل حاجه. اقول لك الغنوه تنزل لي مثلا، يبقى لسه اول مره اذاعه ابص الاقيها نازله على جميع المواقع مع تحيات هاني الغزولي. بص الحب هو اللي هي كده كده اوقات هتنزل، بس هو حد وفي. رحت بيته وبيجي عندي بيتي في المهندسين وعارف هو بيشتغل ايه؟ هو هاني عنده سايبر. عنده متخصص بقى في حته النت والفيسبوك انت فاهمني؟ حتى لو حد مثلا بيشتمني في مشكله على الفيس ولا حد مديله الاكونت، يا هاني في واحد شتمني انا مكسوف اشتمه، اخش اشتمه. يخش هو يرد عليه. يخش يعني يظبطه. تمام. خلاص انا اسف والله اصل احنا كنا اتكلمنا وهو ما ردش، فكرناه بالتنك انت فاهمني؟ ايوه. فممكن حد يكلمك وانت مش واخد بالك. بس الفيس ده كمان مشكله، انت ممكن تيجي تفتح تلاقي 100 او 200 واحد بيكلموك في وقت واحد. انا عارف. فانت هترد على اللي هتقدر عليه، ممكن ما تاخدش بالك يفكر انت بتتنك عليه. ايه يا عم انت هترسوا علينا ولا ايه؟ بالظبط. بتحصل. بتحصل كتير ومعايا كمان يعني. فالواحد والله ما بيبقى قاصد يعني. طيب العدل. بص انا والله العظيم انا المشكله الكبيره هقعد اقول انا الكلمه دي ما بحبهاش. العدل ده عندي فظيع يعني. عارف انا لو والدتي يعني في موضوع وبيشاهدوني فيه والدتي غلطانه اقول لها انت غلطانه تزعل، وانت ازاي تقول لها ما انت غلطانه. فانا كده العدل ده عندي والله العظيم ربنا اللي يعلم حقاني جدا. ليك طب ليه ما طلعتش قاضي؟ لا اطلع قاضي لا، انا من صغري وانا متعلق بالفن يعني. عارف اقول لك على حاجه، اضحي باي حاجه عشانه.
اساسا قررت امتى انك تبقى مطرب يا حسين؟ هقول لك، انا قررت وانا صغير كنت دايما اخاف اقول ان انا بحب الغنى، كنت مع نفسي اقعد اغني وبتاع، بس اخاف لا حد فيهم يعرف او بدندن وخلاص. بس لما وانت صغير قد ايه؟ وانا صغير من عندي 8 سنين. 8 سنين 8 9 سنين كده لنفسك يعني. كنت اقعد كده اتفرج على مثلا فيلم عبد الحليم اقعد اعيط، فيلم في كريم محمود، طول عمري وانا مجذوب، ودني واخداني للحته دي. فلما بقى طبعا حسيت بالموضوع بتاع، سبت الدراسه من الشرقيه وجيت على القاهره، اشتغلت وكملت دراستي هنا. وعملت بقى اللي انا عايزه. بداوا يسمعوني بقى اصحابي في الشغل. انت ايه، عشت لوحدك ولا عشت مع لا مع اهلي؟ القرايب؟ لا مع اهلي وبتاع. بس لما جيت هنا الاول انا قلت لك عندي كرامه، ما ينفعش اروح لواحد قريبي اقول له هعيش عندك. ما ينفعش. جيت بقى اشتغلت اشتغلت وبدات. اشتغلت وانت عندك كام سنه؟ لا انا لما جيت وانا في اولى اعدادي. واشتغلت؟ جيت اشتغلت وعملت كل حاجه. اشتغلت ايه وانت في اولى اعدادي؟ اشتغلت كل حاجه. بص اشتغلت في مطعم كنت بوصل اوردرات، واشتغلت في اشتغلت في قهوه، واشتغلت في محل كشري، ما لازم. اصل بص اقول لك على حاجه، ربنا ما بيوصلش حد يا حبيبي. انت عملت حاجات كلها حاجات شريفه وما فيهاش اي حد يقدر يقول انها غلط خالص. وهي لو حاجات نضربه. مش شريفه مش هتباهى واقول اكيد ان انا اشتغلت. اكيد. وبدات بقى، واخد بالك، انا اصلا بحب التجاره. يعني انا اصلا الفن دوت انا ما بغنيش. دماغك تجاريه؟ دماغي تجاريه خالص. حتى لو مش تجاريه مش كنت هتلاقيني بخرج وبلحن، يعني كل مهنه. انت بتخرج علشان توفر فلوس المخرج؟ لا والله العظيم لا. اقول لك على حاجه، اتفرج على الكليبات اللي انا عاملها اخراجي، واتفرج على العكس. تمام. وشوف انا بخرج عشان اوفر فلوس ولا بخرج عشان العكس. تمام. انت هتقول لا الراجل ده ما بيخرجش عشان يوفر خالص. انا عايز اعمل موضوع، مش عايز اجي اغني ابقى واقف وهز يا وز وشكرا. لا. عايز اعمل قصه، حد متهان، حد ابوه طرده من البيت. بتعمل دراما يعني؟ بعمل دراما. يعني الحمد لله بفضل ربنا كل دراماتي ولا غنوه ما اسمعهاش في الشارع. يعني بفرح جدا لما اكون ماشي بالعربيه والاقي اغاني شغاله، توك توك معدي، موتوسيكل، ميكروباص، عربيه شيك، ان شاء الله يكون. يا رب اقول لك ايه، فرحان ان شغلي سامعه، وبيبان من تحميلات النت، بيبان الحاجه الناجحه. تمام. ولما بعمل برضو حاجه هنك لازم تكون قصه، يعني لازم تكون حاجه شاذه. ايه ده؟ يعني انا دلوقتي الحمد لله الناس بقت تستنى شغلي، نشوف بقى حسام هيعمل ايه المره دي، يعني نشوف. انت فاهمني؟ فانا خلاص واخد صوت ولا كليبات؟ ككلام، ككلمات، كالحان، كاخراج، كاي حاجه. عايزين نشوف هو المره دي ايه اللي هيعمله، ايه اللي هو لسه ما عملوش هيعمله. جمهورك مين؟ جمهوري هو انا طبعا ما فيش حد بيعرف جمهوره، لان ممكن واحد يبقى قاعد في الفور سيزون مثلا وبيسمعني، بس انا ما اعرفش. بس انا جمهوري اللي انا بلعب عليه ومركز عليه الشعبي، اللي هو ابو لاء وامبابه واسماعيليه والشرقيه وبورسعيد واسكندريه والبحيره، وانت فاهمني. المناطق اللي هو حسام بينزل على طول اغاني تكون فيها، يجي له اوردرات مثلا، خلاص الغنوه بتنزل بيبان. واخد بالك؟ انا بلعب على المنطقه دي، هو لان هو ده يعني انا اغانيها معظمها دراما، الدراما اللي هي بتتكلم على الحاجات اللي انت سمعتها دي، فبلعب في المنطقه اللي هي بتاعت الشارع. طب احنا نرجع البرنامج تاني، وهقول لك على حاجه وهتقول لي ايوه انا هو ده. طيب. الطيبه. اوعى تقول لي لا هقول لك. بص انا احيانا، بص اقول لك على حاجه، انا هقول لك والله العظيم بصراحه، احيانا ببقى طيب مع الطيب، وشرير مع الشرير، ولطيف مع اللطيف. ما انت كده وكلنا كده. اكيد. انا مش ملاك، انا بني ادم. يعني انا لو حد بيعاملني بطيبه احطه على دماغي. حد مثلا طب استنى بس، قول. ممكن نخلي الحد اللي بيعاملك بطيبه ده قاعد على دماغك بعد الفاصل؟ نخرج فاصل ونرجع ننزله من على دماغك، بس ما تاخرش عليا عشان على دماغي هتوجعني. تمام. احنا عايزين نريحك. ايه رايك؟ تمام. طيب نخرج لفاصل ونرجع مع حسام الشرقاوي. اهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامجكم لايف كلينيك. العلاقات الزوجيه. النهارده موضوعنا عن السنان، علم البرمجه العصبيه. دايما القولون تعبان، اوقات الكره بيتاتى بالكامل بعد الجواز. ايه هو الفرق بين شفط الدهون وتفتيت الدهون؟ السلاسل اللي بيبيعوها والحاجات اللي بيلبسوها دي فعلا بتدي طاقه. لو ليكم اي تساؤلات او استفسارات هنكون باستقبال تليفوناتكم على 1480 من لايف كلينيك. لايف كلينيك على نايل لايف. رمضان أحلى.
رجعنا بعد الفاصل ومعانا حسام الشرقاوي، وهننزل الناس اللي انزل شاروا معانا. انزل يا حاج. الطيبه بتخليك تشيل الناس فوق راسك وتنزلهم. لا الطيبه بص والله العظيم انا الحمد لله انا شايف نفسي. اصل انا اقول لك على حاجه، انا المطرب الشعبي الوحيد اللي ما بغنيش في اي مكان فيه خمره. تتخيل دي؟ خالص خالص. يقول لك ده معقد، ايه ده يا عم؟ وما بشربش سجاير. كل ده عشان الاخوان كانوا ماسكين البلد قبل كده بتاع ولا؟ لا مش عشان كده خالص، عشان انا عارف اللي هو ايه، انا حابب الفن للفن، مش حابه عشان الماديات ولا حابه، واخد بالك؟ جت الماديات على دماغنا بنحبها جدا وما قلناش حاجه. طبعا انت فاهمني، بس انا حابب الفن. انا لا بص، جت الماديات على دماغنا ويقدموا خمره زي ما هم عايزين، احنا دي حاجه ما تخصناش. تمام مالناش دعوه. تمام احنا شغالين. فاللي انا اقصده ان انا ما يهمنيش ان انا اخش اوردر فرح بالفرقه بتاعتي واعمل اوردر ويقول لك ايه يا عم بعرف يغني واخد فيه مليون جنيه. ويهمني اكون مش واخد فلوس واطلع يقول لك حسام الشرقاوي عمل نمره كسر الدنيا. ده اللي يهمني، وده باين اهم من الفلوس. والله العظيم اهم من الفلوس. اقول لك على حاجه، انا ممكن يجي لي برنامج ارفضه. ليه؟ اول حاجه البرنامج ده مثلا انتاج واحد مجهول، مش الله اعلم هيتذاع فين، ده لسه هيبيع. طب انا ايش ضمننا راح اوجع قلبي؟ انت فاهمني؟ انا بحب طب ما البرنامج ده انتاج اشرف خالد. لا مجهول برضه. انا قاعد جنب واحد بحلم اصلا اسلم عليه واشوفه. والله العظيم يا استاذ انت حد كبير جدا، وليه اتشرفت جدا جدا ان انا بعدين نايل لايف دي بيتي يعني. اكيد طبعا بجد القناه اللي انا عمري في حياتي لو انا ده انا اجي وانا حاطط شابوه لنايل لايف والله العظيم، بالذات الاستاذ عادل مميز. الله يسعدك. شرف كبير. الله يخليك يا رب. فطب ده حلو قوي. غنيت للطيبه؟ للطيبه؟ مش بالتحديد، وانا معظم غنايا عن الخيانه وعن الجرح وعن الاهانه ومعظم كل غناك حزين. لا مش كله، في برضه هقول لك حاجه. طب احنا الفيلم نازله يعني عارف. تعال نحيي اهل شبرا، نقول حاجه حبايبنا. طبعا حبايبنا في شبرا ناس كتير. سلامات المناطق دي اول ما نزلت كانت شبرا ومبابه والمطريه تحيه كبيره لشبرا وعسل شبرا. ايوه هنقلبها فرح بقى. حلو. شبرا يعني الرجوله والادب. شبرا اسم وتاريخ انكتب. شبرا يعني الرجوله والادب. شبرا اسم وتاريخ انكتب. والشبراويه دول مالهم في الشده رجاله، تلاقيهم جدعان والخير كله ماليهم، مين يقدر يعديهم ولا عليهم حتى يعيش. الشبراوي بجد اصيل ما بيعرفش في قلبه يشيل. شبرا يعني الرجوله والادب. شبرا اسم وتاريخ انكتب. كده 100 ده كده زي الفل. ده اهل شبرا كلهم يعني حبايبنا. هنغني لهم كمان شويه. تمام. الرضا الحمد لله. انا كل يوم بحسد نفسي على اللي انا فيه واقول يا رب ده كتير. الحمد لله. وراضي. بص يعني انا الحمد لله بفضل ربنا راضي باي حاجه، راضي بعيشتي المرتاحه، راضي بعيشه اقل من دي، راضي ان انا ارجع تاني اتعب من الاول من جديد. اي حاجه ربنا يعملها انا راضي بيها. موافق على قضاء، موافق على اي حاجه ربنا سبحانه وتعالى يعملها، وراضي ومبسوط جدا. ودايما عامل حسابي ان لو دامت لغيرك ما كانتش جات لك. انا مجهز نفسي للساعه دي وللوقت ده، لو دامت لغيري ما كانتش جات لي. فانا مجهز نفسي لاي حاجه ربنا سبحانه وتعالى يعملها معايا. ربنا يكرمك. وبعدين كمان انا الفن بالنسبه لي الحمد لله شهره وحاجه حلوه جدا، وبيوفر عليا تعب في حاجات كتير. بعمل بطاقه، بعمل باسبور، بعمل تلاقي الحاجه خلصت في منت يعني. الناس بتعرفك طبعا بشكلا واداء. يا نهار ابيض على طول يعني. انت بس اللي تلاقيك مش لا يا حبيبي يعني مش مذاكرني قوي. لا الحمد لله مذاكرك وعارف وكل حاجه. انا بكلمك عشان الناس اللي احنا اتفقنا ان احنا هنتكلم عن ان في ناس كتير تعرفك وناس كتير ما تعرفكش. انا معروف فاحنا عايزين لا في كل مكان. انزل اسكندريه امشي في في كل مكان الحمد لله. والفنان ده الفنان ده مش بتاع فئه معينه، انا بقول لك على الفئه اللي انا بخاطبها. اكيد. لكن انا اغنيه ما عندي، ما انا ساكن في المهندسين على طول، سامع شغلي واخد بالك، وانا ده منطقتي. فعلى طول اللي رايح واللي جاي فنان اكون نازل اعمل حاجه اطفال يجي يتصوروا معايا. لا الحمد لله بقول لك 15 فيديو كليب يعني، وكلهم الحمد لله معظمهم موفقين. فيهم يجي 7 8 معلمين قوي الحمد يعني لله. كلهم كل تون ورينج تون وانت واخد بالك. طب سؤال بقى، في اللي فشل
بص مش فشل، الحاجات اللي ضاعت او الحاجات اللي انت شايف انها ما حققتش النجاح، ما حققتش نجاح. يعني مثلا في غنوه اسمها حدائق الاهرام. حدائق الاهرام. الغنوه دي حدائق الاهرام، حدائق القبه، حدائق الزيتون، حدائق اي حد من النهار، حدائق اي حد يضايقني. الغنوه دي يعني كانت هتنزل في فيلم حدائق الاهرام بتغني اغنيه اسمها حدائق الاهرام. والله. والله وعرفت تضايق الاهرام؟ ما هي الموضوع اصلا في حدائق الاهرام. حدائق القبه، حدائق الزيتون، حدائق اي حد من النهارده يذلني، حدائق حلوان. قول يا حبيبي اشتغل، اشتغل يا بابا على طول. على طول كده. ايوه يا حبيبي. طب يعني نخش على لا نقولها دي الاول. عجبتني، ده احنا كده عجبتني الفكره. يعني نغني المناطق بس. ايوه يا حبيبي. حلو. حدائق الاهرام، حدائق المعادي، حدائق الزيتون، وحدائق اي حد من النهارده يذلني، حدائق حلوان وحدائق القبه، حدائق المعادي، مش هدي فرصه تاني لاي حد يخمني، هطقطق في صوابع ايدي والطرشه هصدرها يا سيدي، هكسر في القفص السطر، ده انا مخي مقفل وسعيدي، حدائق الاهرام، حاجه كده يعني. طب حلو، احنا كده معانا الفنان حسام الشرقاوي مطرب مصلحه المساحه. يعني انا غنيت له كل المناطق. كل لسه في مناطق كتير، احنا بس ايه بنحب انت غنيت فعلا لمناطق وبلاد وكده. لا بص يعني انت بتخاطب، دي مش كانت نازله البوم. لا يعني انا مش قصدي كده، الغنى اللي بتغنيه بتكلم بيه الناس او بتخاطب بيه الناس اللي انت بتتوجه لهم فعلا؟ لا بص هقول لك على حاجه، ما انا قلت لك حالات، في البوم اسمه البوم المناطق، ده نزل للمناطق، حمل منطقتك مش عارف ايه، تمام. قصص الانبياء، حمل بصوت حسام الشرقاوي لو عرفت مين هو النبي والكلام ده. تمام. في بقى حاجه اسمها فوازير، رمضان اللي فات كنت عامل فوازير، كانت الحان برضه غنايه وتمثيل وحاجات دي كلها، كان معايا حوالي 40 50 فنان، كل الفنانين اللي تخطر على بالك كانوا موجودين. موجودين بيغنوا معاك؟ ما انا هقول لك، لا هقول لك موجودين ازاي. هو البرنامج حاله بتيجي مثلا من عرفه مثلا، كانت الطفله دي تقدم البرنامج. حلو. بعد منها بيجي الممثل يقول عن الشخصيه اللي انا هغني لها. تمام. بعد كده انا بمثل الشخصيه واغنيها. في الحسين مثلا وانا بتاع العرق سوس، وانا ببيع عرق سوس وبتاع، وانت فاهمني. تمام. وفي الاخر ينزل كده حاجه فوانيس رمضان وبتاع، لو عرفت مين اللي كنا بنتكلم عنه النهارده اتصل على كذا كذا كذا. يبقى البياع، يبقى الحل بياع العرق. الحل ما بيديك 3 حلول وبيديك فيهم بياع العرق سوس، يعني الاجابه الصحيحه. تمام. فعملت الحمد لله فوازير رمضان، كانت السنه اللي فاتت كانت ناجحه جدا وموجوده على النت واخد بالك. فكل حاجه ليها موقف، مش البوم نازل اللي هو في السوق بقى اغني المناطق، لا دي حاله وبتروح لحاله. لكن الالبومات الاغاني اللي هي الطبيعيه بقى بتاعت الناس دي مختلفه خالص يعني. مين بعيد عن صوتك خالص وكان نفسك تغني له؟ لا هو مش بعيد عن صوتي، هو المطرب اللي كان يعني اللي انا حبيته اول ما طلع وتصاحبنا على بعض قوي، بهاء سلطان. حبيبي بحب طبعا صوته قوي. وحد طيب. وبتغني له؟ بغني له. وبهاء ده كان بيتصل بيا يقول لي انصحني اعمل ايه. قول يا حبيبي. طب وسمعنا بهاء سلطان حاجه لبهاء سلطان مثلا. هو كان عامل الاغنيه حلوه قوي بتاعت انزل دي. يا ترى لو بتحب بلادك انزل. مش طبعا. نغني له ايه مثلا؟ احلف ان انت اتعلمت الحب واول مره يدق القلب على ايدي انا، واحلف ان انت لا حبيت ولا شفت ولا قابلت في مره ولا عرفت يا حبيبي الا انا، واحلف اتعب انت تداويني، اسهر انت توسيني، اعطش واقول يا ميه تسيني ميتك، ادوق من ناس اسيه اشرب حنيتك، علمني الحب كله من غير ما ادفع الثمن، دوقني الحلو كله حببني في الزمن، واحلف الى اخره يعني. حلو ده. اغاني قديمه بس بهاء يعني اول اصلا ما نزل كانت الناس بتفكرني انا. لا والله. والله العظيم كان بهاء لسه ما تعرفش، وكانت الناس يفكروا ده صوتي. بس هو بهاء صوته بهاء سلطان صوت مميز جميل ما شاء الله يعني. طبعا. وهو فنان هادي كده طبعا واخلاقياته عاليه قوي يعني. انا بحبه على المستوى الشخصي، انا بحبه ده حبيبي ده. تمام. الوفاء بقى.
يعني حاجه بحبها جدا انك تكون وافي. كلنا طيب في ايه يا عم؟ ما طيب كلنا. انا كل ما اقول لك حاجه تقول لي ايوه ايوه ماشي. ما كلنا بنحب الوفاء موجوده. ما طيب عارف المسقعه بالبشاميل اكيد برضه بتحبها جدا. انا اي حاجه فيها بشاميل بحبها. ايوه انت شايفني مقلبص ازاي؟ ده لذيذ. لا الوفاء في حياتك الحمد لله. انا اللي حواليك كانوا اوفياء ولا ما مش لقيتش؟ كله يعني اللي حواليا هتلاقي ناس اوفياء وكويسه وبتحب الحسام الخير، وهتلاقي ناس مضاده يعني عكس. انت وافي للي حواليك؟ الحمد لله يعني. لا الحمد لله وافي. اصلا انا ما قلت الى ان بتبقى وافي لحد فين؟ لحد ما احس ان الشخص اللي قدامي بيلعب بيا. بقلب تقلب بقلب طبعا. اصل ما ينفعش انا وانت قاعدين في برنامج وحلوين وبنضحك وكويسين تمام، وبعد الحلقه ما تخلص مثلا نتخانق مع بعض، او انت بعد ما امشي ايه يا عم الحلقه اللي مش انت فاهمني. حتى لو انا وحش ما تقوليش قدام انت فاهمني. لا انا هقول بعد ما تمشي. أيوة. لكن فانا يعني موتني وما تبقاش حبيبي وبتلعب يعني لا طبعا هو طبعا اللعب على اي حد مش حاجه، مش اخلاقيات ابدا يعني. وانا كمان متعود اللي ما بحبوش لنفسي ما بحبوش لغيري يعني. ودايما لما اجي احسب موقف احط نفسي مكانه على طول، اخد قرار ان لا اللي هيتعمل ده حد حرام، لا خلينا بعيد، واللي ربنا يريد له بحاجه بيشوفها. اكيد طبعا. بس أكيد الحمد لله يعني. انت في حياتك بقى قررت انك انت تشتغل في الطرب وفي الغنى ونزلت مصر عشان تبقى مطرب. تمام. مين اول حد ساعدك؟ ربنا سبحانه وتعالى ونعم بالله. مفيش حد ساعدني طبعا. بص اقول لك على حاجه، اقسم بالله لو حد ساعدني لا اقول لك فلان ده ساعدني ولا مخلوق. انت اجتهدت كده بنفسك. ما انا هقول لك بقى الموضوع ازاي. الموضوع يعني لو حد دلوقتي سمعنا هو شايف في نفسه الموهبه تمام واهله معترضين، انا هقول لك ازاي وهينزل مصر تمام. تقول له اعمل ايه؟ لا عايز اقول لك على حاجه. انا حالتي مختلفه. ازاي يعني؟ طب انا مثلا ربنا كرمني، طب ما ممكن غيري ده يجي وربنا مش رايد له بالنجاح في دي، رايد له بالنجاح في منطقه ثانيه، واخد بالك؟ انا ربنا كان حاططه قدامي يعني. كنت دايما يعني اطلب من ربنا حاجات، اقول له يا رب لو عملت دي يبقى انت رايد لي ان انا اكمل في الطريق ده. تمام. ما عملتهاش ابص الله سبحانه ربنا سهل. خلاص ده يعني الجيش ربنا. مثلا الجيش كنت داخل وخلاص، الفن ده بالنسبه لي اكس وخلاص. فقلت والله العظيم قلت ربنا سبحانه وتعالى يا رب لو انا دخلت الجيش، يعني الراجل دخل الجيش، اي حد بيخش الجيش طبعا. يبقى انا خلاص انت مش ريد المجال ده، انا ماليش علاقه بيه، هشيله من دماغي، هحاول تمام. ما دخلتش تمام، يبقى انا ايه؟ يبقى انت رايد لي ان انا ابقى هنا. دخلت الجيش ما دخلتش، تاجيل 3 سنين وطلعت بس خلاص. فيبقى ربنا فعلا انت واخد بالك رايد انك انت تكمل، رايد ان انا اكمل. فهي كل حاجه بالتوفيق من عند الله. وبعدين الفن علاقات، كل ما بتعمل حاجه بتنجح بترفعك شويه. أكيد. تعمل حاجه تتوفق ترفع، تبدا تتعرف على ده على تمشي كده يعني. اكيد. تمام. طيب تيجي نخرج لفاصل ونرجع نصور بقى كل الصور اللي انت ما تصورتهاش دي. تمام. ايه رايك؟ يلا هنخرج لفاصل ونرجع نصور الصور اللي ما اتصورتش لحسام الشرقاوي.